السلام عليكم. بناء إن احترقت مصر بقى وإن غرقت بقى. أهلا بكم في جامع ابن طولون، المعجزة المعمارية اللي قاومت كل الكوارث على مر العصور ومستمر لحد النهاردة كأقدم جامع في القاهرة. وقت حكم أحمد بن طولون لمصر كان عايز يبني جامع لو مصر غرقت ما يغرقش ولو مصر اتحرقت ما يتحرقش، وبالفعل اختار المكان على هضبة عالية جدا وهي جبل يشكر، والمفاجأة إنه اتبنى على إيد مهندس مسيحي وهو سعيد بن كاتب الفرغاني سنة 879 ميلادية. والجامع الحقيقة كان فيه حاجات كتير مميزة زي الشبابيك الجصية وعدد الابواب الكبيره اللي بيوصل ل 42 باب، ده غير ان في واحد من اقدم المنابر في القاهره. لكن اكتر حاجه بتميز جامع ابن طولون هي المأذنه الملويه اللي تعتبر اغرب مأذنه موجوده في مصر، وده لاننا عارفين ان السلالم بتبقى جوه المأذنه، لكن المأذنه في جامع ابن طولون مبنيه من بره، عشان كده اسمها المأذنه الملويه زي مأذنه جامع سامراء في العراق. ولتأكيد اهميته فجامع احمد بن طولون هو اللي موجود لحد دلوقتي على 5 جنيه مصريه، وبيعتبر من اهم المعالم الاثريه في القاهره ومصر. وبس يا سيدي، دي كانت زيارتنا النهارده، كان معاك انور افندي، اشوفك الزياره الجايه.